أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج ملفات مغربية ساخنة اللي كنقدمه لكم من خارج أرض الوطن. أحيي الجميع وأتمنى للجميع أوقاتا طيبة. حلقة اليوم هي بالغة الأهمية، عنوانها: أنا لا أدعم أي انقلاب ضد الملكية، وأنا لا أدعم أي ثورة ضد الملكية في المغرب. أنا أدعم الثورة ضد الفساد في المغرب. نعم، أنا أدعم ومع الثورة ضد الفساد المستشري في المغرب وضد لوبيات الفساد. نعم، أنا لست مع الحروب أو الانقلابات. أنا دائما متشبت بمبدأ السلام، من أجل السلام ومن أجل الحوار البناء ومن أجل حماية الحقوق والحريات. هذه رسالتي في الحياة، لأنه لا يمكن لأي دولة أو مجتمع أو أجيال أن تعيش العيش الكريم بدون سلم وبدون حماية الحقوق والحريات. وعليه أنا مع الثورة في المغرب ضد الفساد، ضد لوبية الفساد. لأن محاربة الفاسدين والفساد في المغرب والمسؤولين العموميين الفاسدين واللوبيات المتحكمة في الفساد في المغرب أصبح واجب وطني. إن كل غيور على وطنه في الداخل وفي الخارج من المغاربة الأحرار هم الذين يفهمون ما أقول وما أقصد. إن الذين يحبون السلم والسلام والعيش بالكرامة وفي الديمقراطية وفي دولة الحقوق والحريات هم الذين يفهمون ماذا أقول. أقول بصريح العبارة وأعرف ما أقول. لا أدعم أي ثورة ضد الملكية في المغرب، لأن مصلحتي هي أن أرى الشعب المغربي يعيش في الرخاء وفي السعادة وفي الهناء. أنا لا أريد منصبا، أي امتياز أو أي ريح. ما أريده هو أن أحس أن في المغرب شعب يعيش بكرامة وحاكم عادل يحكم بالعدل ويحمي الحقوق والحريات، وتتوزع الثروة وثروات الوطن على جميع أبناء وبنات الشعب بدون استثناء، ولا يستغل تلك الثروات حفنا من لوبيات الفساد المتحكمة والقريبة من مراكز القرار، بل المتوغلة في مراكز القرار. نعم، أنا مع الثورة ضد الفساد، ولست على الإطلاق مع الثورة ضد الملكية في المغرب.
فالملكية هي منا ونحن منها. أنا مع الثورة ضد الفساد وضد لوبية الفساد وضد من يستعمل الملكية ومن يستعمل صور الملك ومن يستعمل قربه أو قربها من الملك، وأنا ضد كل من يستعمل المؤسسة الملكية أو يستفيد من ريع من المؤسسة الملكية من أجل مصالح خاصة. باختصار، أنا مع الحقوق والحريات، أنا مع السلم والسلام وحماية الحقوق والحريات، أنا مع الإنسانية، أنا مع الحوار البناء والصدق والصراحة، أنا مع التواصل، أنا مع الاحترام. أنا مواطن مغربي في حاجة إلى أن الدولة المغربية ومسؤوليها وعلى رأسهم الملك محمد السادس احترام المواطن المغربي في الداخل وفي الخارج. أنا مع هذه القيم. أنا لست ولن أكون مع أي كان للانقلاب على الشرعية وعلى الملكية في المغرب، لكن أنا مع العمل جميعا بين الشعب والملكية، بين أحرار الشعب ونزهاء الملكية، من أجل مملكة مغربية ديمقراطية، من أجل مغرب تتم فيه توزيع الثروات على جميع المواطنين بالعدل في المغرب. معناه بناء مستشفيات عمومية في المستويات المطلوبة على شكل المستشفى العسكري برباط، ومنح المواطن البسيط الفقير الذي لا يقدر على الاستشفاء في المستشفيات الخاصة الدخول والتطبيب مجانا في المستشفيات العسكرية في المغرب، لأنها تتوفر على آليات وعلى وسائل وعلى خبراء وعلى كفاءات عليا. أنا مع مدرسة عمومية جيدة تلقن أبناء الشعب والأجيال القادمة تعليما جيدا يرقى إلى تقدم الدول والشعوب ويساير التقدم والتطور التكنولوجي الحالي. أنا مع الدولة في إيجاد فرص للشغل لكل الشباب ولكل العاطلين ولأصحاب الدبلومات العليا. أنا مع حق المواطن في إيجاد شغل قار يحمي كرامته. أنا مع التوزيع العادل للثروة في المغرب، لأنه لا يمكن أن توزع قفة رمضان، قفة الذل. أنا ضد تلك العملية، توزيع القفف، رغم أنه وزعها الملك مع احترامي للملك شخصيا، وقلتها سابقا ومرارا وتكرارا، أنا ضد تلك القفة المذلة،
قفة رمضان، لأن الفقير لا يمكن أن يعيش من رمضان 2023 حتى رمضان 2024 بتلك القفة التي لا تزيد سعتها أو مجموع ما تحتوي عليه لا تزيد عن 300 درهم أو 400 درهم أو حتى 1000 درهم أو 2000 درهم. فهي ليست حلا ناجعا. الحل هو التوزيع العادل للثروة، وهو بطاقة بنكية للمواطن الفقير المعوز، كما تحترم الدول الديمقراطية شعوبها. وفي كل شهر يمكن أن يذهب المواطن المحتاج أو في كل وقت لاستخراج نقوده بكرامة من حسابه البنكي الذي تساعده الدولة فيه، ويشتري ما يريد، لأن هناك أمراض مختلفة، وهناك من يأكل هذا ولا يأكل تلك. إذن من أجل كرامة المواطن المغربي على الدولة والنخب من الوطن والمسؤولين في المؤسسة الملكية إيجاد حلول ناجعة، وليس العمل على إيجاد حلول ترقيعية مضحكة مذلة، لأنهم يتعاملون مع الشعب. فالمغرب ليس بشركة لأي كان، المغرب وطن للجميع ويجب أن يبقى وطن للجميع. إذن أنا مع الحقوق والحريات. مرة أخرى أوجه ندائي للملك محمد السادس إلى القيام بدوره المنوط به حسب الدستور المغربي، وهو حماية الحقوق والحريات. فعلينا كلنا في المغرب، من مغاربة في المغرب وفي الخارج، أن نثور ضد الفساد وضد الفاسدين، وأن نركز في دعمنا للحقوق والحريات، لأن بدون حماية الحقوق والحريات لا يمكن أن ينعم المغرب بالديمقراطية، وبدون تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن أن تتحقق الحقوق والحريات. إلى اللقاء.